السلام عليكم ورحمة الله. معكم أخوكم رامي. تعال نتكلم شوية في الكورة. تعال نتكلم في اللي حصل امبارح في ماتش الزمالك وبيراميدز. تعال نتكلم على عواد. تعال نتكلم على الزمالك وجمهورها. تعال نتكلم على الفضايح اللي بتحصل. والله يا جماعة دي قلة أدب وقلة ذوق وقلة كل حاجة ممكن تبقى قلة. ايه اللي هما بيعملوه ده يعني؟ مش كده. مش كده يا عواد، لا لا لا، مش كده يعني يا عم. احنا عارفين ان انتوا كسكواد اساسا مش قد بيراميدز، ولو لعبتوا بكل طاقتكم برضك انتوا مش قد سكواد بيراميدز. بس مش كده يعني. عاوز تسيب الماتش ماشي، عايز تفوت كوره ماشي، بس ايه الكوره دي؟ كنت بتصدها ازاي؟ طيب اتعلمت الصده دي فين؟ مين اللي علمها لك؟ انهي مدرب علمها لك يعني؟ جبتها من انهي كتاب؟ جبتها من انهي قاموس؟ ولا الطلعه اللي هي التانية بقى الاسخم والادل اللي هي بتاعت اللي هو كان مش عارف كان بيجيب ايه من فوق كده مش لاقيه يعني، ومكسل ينط لها، واقف وسط المدافعين كلها ومكسل ينط لها، ورايح للحكم. يعني هو اصلا ما بصش على الكوره، هو رايح للحكم اللي هو استنى دخلوا جون بقى. انا مش واخد بالي اهو، انا بعترض اهو، انا ساعه كنت واخد بالي انها فاول. معلش. الماتش بصراحه كان مسرحيه هزليه، مسرحيه دمها تقيل، بايخه في الكوره قوي، بايخه. لان انت لما تيجي تبص لها، فريق كبير زي الزمالك عيب ان هو يعمل حاجه زي كده، وعيب ان لعيبته كمان تبقى عندها الفكر ده. فكر ان احنا ممكن نسيب ماتش الفريق عشان خاطر فريق تاني ما ياخدش الدوري او ما ياخدش البطوله او اي حاجه. يا جماعة عيب، لأن الجيل اللي طالع بعد كده بيبقى عارف إن هو ده مبدأ عندك، مش مجرد ماتش وعدى، أو مجرد بطولة أنت مش عايز تديها لخصمك. أنت البطولة اللي مش عايز تديها لخصمك تاخدها بإيدك، مش تديها لحد تاني وتخسر ماتش وتتنازل عنه بكل سهولة وبدون أي شغف للماتش وبدون أي ضمير إيه ده؟ إيه ده بجد والله العظيم. يعني انا مهما كنت متوقع ان الزمالك هيخسر الماتش ده، طبعا انا عامل حسابي ومتوقع ده، بس مش بالطريقه الهزليه دي، مش بالطريقه البايخه دي. يعني انت عواد خليت شكلك ما مش عارف اقول لفظ والله العظيم. يا عم احنا مش كده، احنا بنلعب كوره مش حرب هي وغير كده يعني. مش فاهم ازاي لعيب كوره في نادي كبير زي ده يكون ده تفكيره، ويكون دي تفكيرة إدارته، ويكون ده تفكير المنظومة بتاعته. طب هتاخدوا بطولة ازاي بعد كده؟ يا جماعة عيب، واختشوا وخلوا عندكم دم، عشان يعني كده الموضوع قوي بقى بايخ قوي. مش عشان خاطر دوري ولا عشان خاطر بطولة ايا كانت ايه هي، بس عشان خاطر ان انتوا في الاول وفي الاخر المفروض ان انتوا نادي كبير، وبتقولوا على نفسكم اكبر قلعة. معرفش هي قلعة فين بس ما علينا يعني. فعيب، عيب والله بجد. وبالنسبه لماتش الاهلي يا جماعه، هو ماتش الاهلي ما كانش فيه كلام يتقال كتير، غير ان علي ماهر عرف يكسب نص الملعب من الاهلي، وخلاه مش عارف يطلع بالكوره. ولما عمل ضغط عالي على النادي الاهلي، عرف يضغط، عرف يغلط لعبته. وخصوصا ان انت عندك مشكله في الدفاع، فهو علي ماهر كان ذكي قوي في الحته دي، ان هو قفل عليك مفاتيح لعبك زي امام عاشور وبن شرقي، وبدا يعمل عليك ضغط عالي، فلعبتك بدات تغلط، فبدا يعمل عليك هجمات كتير خطره، بعيدا عن الشناوي اللي هو بيعمله. يعني الشناوي يطلع كورة يعني تمام، بس الشناوي في الإجمالي، الشناوي مش مركز، بلاش نقول أكتر من كده. هو مش مركز خالص، بعيدا عن إن هو كمان ما بيعرفش يلعب برجله نهائي. الكورة بتطلع من رجله يا جماعة. بيفكرني سوري، بيفكرني بالمدافعين بتوع زمان، اللي هو كان بيقول لك بيشلت مش بيشتت بيشلت. اللي هو يا عم مش كده. الكرة اتطورت، اشتغل على رجلك، اشتغل على الباص. مش كيمياء الباص، مش كيمياء. يعني انك تطلع كرة من قدام جونك مش كيمياء، ده كل الكور قلشه من على رجلك، كل الكور بره، مفيش كوره بتروح لزميلك عشان ناوي يراجع نفسك. وعماد النحاس هو قادر ياخد من الماتش اللي هو عاوزه، لان انت عندك المنظومه الدفاعيه محتاجه شغل. نص الملعب لما اتاخد منك واتقفلت عليك مفاتيح اللعب، ما كنت متكتف، ما كنتش عارف تلعب الكوره، ما كنتش عارف تتحرك، ما كنتش عارف تلعب لعبك. فشابوه علي ماهر. علي ماهر يستحق التحيه لان هو لعب ماتش كبير. كفايه الكره اللي طلعها ياسر ابراهيم على الخط في اخر ثانيه. فخلينا متفقين
ان في فرق صغيره بتلعب من اجل المكسب، حتى لو هي سكواد ضعيف او هي مش بتنافس على البطوله، فده شرف ليها. وفي فرق تانية كبيره المفروض ان هي كبيره بتفوت ماتشات ولاعبتها بتفوت ماتشات. فيا جماعه بالله عليكم، بالله عليكم راجعوا نفسكم. في الاول وفي الاخر احنا دي كوره، فبلاش تخلوا منظركم زباله قوي كده قدام الناس، وواضح قوي البيعه. بس هما مش يعني هما مش مستنيينها. يعني بيراميدز مش مستنيك تبيع له البيعه دي، لان هو بيراميدز كده كده مديك ثلاثه في الدور الاول، يعني دايس على وشك في الدور الاول. بس يعني خلي الشكل حلو، خلي الكوره فيها طعم، على الاقل فيها رجوله وفيها ضمير. بس كده، والسلام عليكم.